يا عم معلش فلوس يا عم. يا لا تعالى لي. يا عايز في اول الانتاج. لا تعالى لي بره. احنا مزنوقين في اباجوره بتاع اللي بيبص للحيطه بيعاقبها نجاتي دي، احنا مزنوقين في اباجوره. بسم الله الرحمن الرحيم، ومعاكم حلقة جديدة من برنامج 3 بونت المفضل لديكم أنتم وال717 سبسكرايبر. 19 بقت 19 سبسكرايبر. احنا لازم برضو نحيي الحاج جاتوزو. رجع في كلامه. ما تهديد يا صاحبي، مش قضيه بس رجع في تهديد كلامه. بس لو هو من جواه حلو. انت شربه. طب ما تيجي نتكلم على التلقائيه. اصلا التلقائيه ايه اللي قاله الاول؟ ايوه هو ده الصح. ده برنس. انت طلع كلمه حق بتطلع في الاول صح؟ بالظبط كده يا عم انا دلوقتي ورحت اتهددت مثلا اتقتل ولا حاجه، يا عم خلاص ما كانش قصدي. يعني ايطالي وعصاباته وبتاع وتهدد في ايه؟ كتير اوفر. في حد ماسك العالم يا صاحبي. جاتوزو ذات نفسه بيتهدد ليه؟ جاتوزو مش ماسك العالم، هي درجات بقى. وكمان هو مش من نابولي، خد بالك. جاب ورا. هم مش ما هو جابوا اكيد يا صاحبي. بس خلاص. طيب لا لا لا. صاحبي ما فيش، ما هم مش مصريين يا صاحبي. مش صاحب مبدأ. لا لا هم مش صاحب مصريين. كان عامل فيها دم محامي على الفاضي. هو يفتح الثلاجه ياكل تصريحات، ما في اكل طلع فلوس وبتاع. هو معلش هو معاه يعني، هو معاه يشتري الله لا زانوسي يعني، فاهم؟ ففكك من معاه مش معنى زانوسي. معاه يشتري الزانوسي زانوسي. مش عارف. كثلاجات. بس هو بيتكلم في الثلاجه، بقول له معاه انت بتعمل يشتري. دعايه للشركه دلوقتي. يا عم يا ريت والله احنا مش برنامج قليل، انت بتقلل مننا ولا بتاع مجات. عامل اعلانات على المجات، عايز ينزل المجات معانا على الترابيزه، بس احنا ما رضيناش. احنا قلنا نفكر لان مش اي حد كده نعمل له اعلان. احنا مزنوقين في اباجوره بتاع اللي بيبص للحيطه بيعاقبها نجاتي دي، احنا مزنوقين في اباجوره. السلام عليكم يا جماعه. مدير التصوير ظبطنا الدنيا شويه في بس احنا يعني الحمد لله بدأنا النهارده نفتح الاعلانات. اي حد عايز يعلن معانا ان شاء الله من الحلقه. لا ده احنا بنداري بس البتاع اللي يعني في حاجه وراك شايفها. لا هتلاقي اعلانك هنا ان شاء الله كبيره. مش حابب يعني. هنحط الاعلان في الحته اللي انت بس ايه الحاجات تحضر بس. تمام. ويا جماعه احنا برضو والله لازم نفكر الناس ان لسه في ناس بتحارب وناس عندها مجاعه، ولسه في مقاطعه مستمره. وخد بالك من الناس اللي انت بتدفع لهم فلوس. فيعني تيك كير وتيك كير من يانجو بلاي الفتره الجايه، عشان طلعت ان هي بتسوق لناس يعني ماسكها ناس ما ربنا في الامارات، قاعدين في الامارات وعاملين شركه لوحدهم وكده. وطلعت وشفت ملك الامارات ده ولا رئيس الامارات ده، مش عارف ملته ايه. طلع قال لك ندين الهجوم الارهابي على اسرائيل. فده برضو حاجه تقرف. طبعا عارف الناس اللي مسافره الامارات يعني ربنا يكون في عونهم كاكل يعيش، بس يعني حاولوا ان انتوا تسافروا مدينه تانية يعني. لا بس الناس ما تاكلش شيبسي بس، قطعوا الشيبسي والكادبري والجالاكسي والحاجات دي بس. انت بتقول ايه؟ خش في الكتاكيت والبيك شيبس. اعلانات. ما دي حلقه حلقه اعلانات. احنا هنطلع باعلانات يعني. هنطلع في كولا حتى مش مشكله. الحاج حسام غالي طلع اتكلم على ابو تريكه بقى له تقريبا 10 سنين بره مصر، ما طلعش اتكلم على حد الا بكل خير، وما قطعش في حد ايا كان هو بيهاجمه او ما بيهاجموش. ايا كان انت متفق او مختلف معاه، ما كانش لها اي لازمه الحته بتاعت بسبب انتمائه السياسي. يا عم احنا كلنا عارفين انتمائه السياسي ضيع له كتير، بس مش لازم تعمل لها منشن. الراجل قال لك ايه رايك في ابو تريكه، كان ممكن يقول كل حاجه وبس خلص. راجل محترم زي ما اي حد بيطلع يقول لك راجل محترم. مين يا عم ماشي، انت في ناس ما بتحبوش، في ناس ما بتحبوش عادي. انت دلوقتي الشخص ما بتحبش ابو تريكه. انا انا مفيش ادنى مشكله على اي حد ان هو ما يحبش ابو تريكه. تمام. يعني هو مش رسول، يعني الرسول اصلا نفسه الناس كلها ما اتفقتش عليه، فعادي. تمام. ايه يا ولد. لا هو ده حقيقه يعني. ينزل ريل قبل صلاه الجمعه مع صوره الكهف. بص يا صاحبي، اكتر واحد تقريبا في مصر منقسم عليه الناس هو الشخصيه دي. مراد ما بحبوش، انت بتحبه. وانا بالنسبه لي زي اي حد، مش يعني ما بيقيمش عندي اصلا. بعتبره زي ابوه. لا يا عم عادي، بالنسبه لي عادي. الراجل بيفضله يعني. الراجل كان ليجند عندهم في الفرقه يعني. جايب لنا بطولات. الراجل كان بيلعب كويس. الراجل ما شتمش حد. الراجل لما حد كان بيشتمه كان بيرد باسلوب راقي جدا. فتمام. انت بقى بتكرهه علشان مثلا طريقه كلامه وتحليله وضحكه وهزاره ايا كان، ده بتاعتك. بتكرهه مثلا عشان انت ما كسبتوش ولا مره برضه. لا لعلمك هو لعيب كوره، بحبه لعيب كوره. طيب بس انت بتتكلم عن انت تكرهه شخصيا. لا انا مش بكرهه، انا ما بحبوش. خلاص تمام يعني عادي. شفت اللي دخل شتمنا عشان محمود الخطيب. بص يلا يا ابني.
ده انا هجيبك. لا بس اللي جنب محمود الخطيب دي تبعد عننا خالص. ماشي عشان طب انا اقول لك حاجه بقى. انا يعني اللي شتم اهلاوي انت بتشتمنا ليه؟ هو الراجل شايف كده. احنا ممكن نقل ادبنا بس احنا مش هنعمل كده عشان ما نتخدش من عشان ما رجلي. نتخدش والله انا عارف. انت شفت القانون الرياضي الجديد ده ولا شفتش. قانون الرياضه الجديد ده؟ سمعت عنه؟ يعني نحب نسمع سريعا. من الاخر يعني ان هو الانتخابات كانت بتبقى فترتين، كل فتره تقريبا 4 أو 5 سنين، ومالكش حق ترشح بعد كده. ده المتعارف عليه صح؟ ده انتخابات الرئاسه؟ بتاعت الانديه ماشي. قال لك بقى يلغي كل ده، ومن حق اي حد ان هو يترشح 3 سنين 3 مرات 8 سنين كل مره. انا ما عنديش مشكله يعني. انا بقى عندي مشكله. انا اللي عندي مشكله. لا احنا عندكم مشاكل. انا شايف معلش ربنا يديم علينا. احنا ما عندناش اي مشاكل الحمد لله. ربنا يديم علينا ويبعد عننا العينات بس. اشمعنى في زمن محمود الخطيب وهو قرب يمشي خلاص؟ انك تحط له بقى قانون يطول قعدته. انت بتفصل. انت بتسبورت اصلا. انت ترزي. انت بتسبورت طبع البني ادم بجد. لا سواء انا كنت خلاص اللي هو بستحمله علشان خلاص فاضل له سنه ولا سنتين ويخلع والدنيا تمام. انت النهارده رحت محط وهو هينزل وهيكسب، الا لو سيد عبد الحفيظ نزل قدامه بس. سيد عبد الحفيظ. سيد عبد الحفيظ المفاجاه دي اقسم بالله كلحت الدنيا. بقول لك ايه، اقسم بالله هتبقى عنب عندنا عنب. ده انتوا مش هتشموا بطوله. احنا اصلا يعني ده انتوا مش عارف انت هتشموا احنا بطوله. هنقعد في ايس بوكس ساعتها. انت هتلاقي كل الماتشات الاهلي بالمحكمه الرياضيه مفيش 3 نقط في الملعب ما هتتلغى. خلص الماتش وطلع على المحكمه. اي حد عايز ينجح في البلد دي هات حد تقيل، حد مشهور، حد الكلام عليه وقطع فيه صح زي ما احنا عاملين النهارده. فما تلومش حسام غالي. حسام غالي دلوقتي بقى هيقعد يبدا يعمل حواليه لجان بقى، ويعمل حواليه حزب، ويعمل حواليه جماعه كده عشان ايه يطلع يفايت بقى قدام محمود الخطيب في الانتخابات الجايه. واضح كده. جميل ماشي صح. هو يعني ده هو حقه. لا حقه، بس انا اول مره اشوفه فك لسانه كده. انا اول مره اشوف ما هو ما عندوش حل تاني، فاهم يعني. هو له شعبيه مثلا زي محمود الخطيب قصاد ما هتخليه هو له شعبيه، بس تحط قصاد محمود الخطيب مثلا له ماشي. هي الشعبيه بتتعمل كده بس انك تخش شمال في رموز النادي عندك. هو النهارده بيحاول بقى، هو اللي بيحاول يعمل اي حاجه. جوادي صح؟ خالد جوادي او جواد ايا كان. هو شخص كان في يوم من الايام متعين في النادي الاهلي وعرف حبه اسرار. طالع بقى مترجم، طالع يقع بقى كل حاجه. منهم ناس بتتخدع في الموضوع ده بتمشي وراه زي شادي حسين. شفت البوست اللي عامله؟ طلع هو خالد الجوادي ده طلع قال لك في مهاجم عندنا كان بيضغط، وكولر راح قال له انت ما بتضغطش ليه؟ قال له انت عايزني اضغط في كل هجمه، انا كده هتعب. تمام. فالناس كلها قاعده تسال مين راح شادي حسين. قال له ولو انت قصدك عليا لا انا كان قصدي مره مش عارف اعملها كذا وخلاص. اسكت لبس. فجامد. خالد ده ممكن يكون شاف ان دلوقتي السبوبه اللي ماشيه بودكاستات واسرار وكده صح؟ زي اللي احنا ماشي يا عم. الاسرار جميله وكل حاجه، بس في اسرار فيها ليميت. ما هو انسان لا يؤتمن بصراحه. فاهم يعني الاهلي عدى عليه كام مترجم مع كام مدرب. نروح على اللذيذ الجميل بتاعنا الامبريلا الكبيره الزمالك، تحتها 2 سب دومين. اول سب دومين عندنا هو استاذ. عندك 2 سب دومين؟ انا مش عارف والله بتكلم عن مين. والله انت مش كنت واحد بس؟ هو مين اصلا؟ ما اعرفش والله ايه السب دومين. مش عارف. عندنا استاذ احمد عفيفي اللي بيطلع كل شويه. انت مالك ومال احمد عفيفي؟ لا انا عايز اتكلم معلش. تتكلم ايه؟ خلص ابودي. ما تسيبوا راجل سبكوا مصر يا جدع انت. هجيب لك. سيب لنا مصر. اتكلم ابودي. ما يتكلمش بقى. ما تجيبش انت مالك؟ ما يتكلمش. انت مالك بالراجل؟ لا انا هجيبها لك انا بالسياسه كده وبالهداوه عشان تفهم. واحده خلص النهارده الراجل ده ما طلعش مره في كلام او في اي انترفيو او اي بودكاست الا ولازم يقول عكس اللي كان بيحصل. النهارده اخر حاجه اتكلم عليها طبعا عشان مش هروح اجيب تاريخه كله، بس النهارده اخر حاجه اتكلم عليها كان ايه؟ جوميز بتاع الفتح. راح طلع قال لك ايه؟ راح طلع قال لك عايزين الناس في الفتح، نادي الفتح ياخدوا بالهم علشان النادي الاهلي بياخد المدربين من الزمالك فما يعملوش كده برضو معاهم. طيب رقم 1، هل الاهلي يكلم جوميز؟ كلم جوميز. وراح قال له ايه؟
قال له أنا النهارده مرتبط بعقد مش هينفع اسيبه في النص، يا اما حاجي في الاول يا اما ما اجيش. وايه اللي حصل؟ راح جاب ريبيرو وخلاص، والموسم بدأ بتاع الفتح وخلاص. احنا جوميز بالنسبه لنا بح. طيب نيجي بقى لوجهه النظر الثانيه، هل هو يقدر النهارده يطلع يقول ان نادي الفتح اخد جوميز من الزمالك، سرقه بقى من الزمالك؟ يقدر يطلع يقولها؟ رد يا صاحبي. رد. انا شو انت عايز ايه يعني؟ النهارده يطلع في التلفزيونات السعوديه يطلع يقول لك اصل نادي الفتح السعودي سرق المدرب من الزمالك؟ ممكن اشرح له وجهه نظرك. لو انا فهمت على ماشي، انا اقول لك انا على وجهه، لان هو اللي بيتكلم مبدا بيتكلم بيه انا كنت جاي لك فيه. هو عفيفي بيقول ايه؟ عفيفي بيقول لك ان الاهلي بيسرق مدربين من الزمالك. خلاص، احنا لو جينا نبص اصلا على المدربين اللي راحوا من الزمالك الاهلي مفيش. دي واحده. الثانيه، اتكلم على جوميز ذكر جوميز وذكر النادي اللي هو الفتح ده. هو جوميز راح أو لو الاهلي كلم جوميز، كلمه من وهو شغال فين؟ في الفتح في السعوديه. خلاص، طب جوميز رايح الفتح من مين؟ من الزمالك. شرعي ولا بمنكش بهروب؟ كان بقله ادب. الصبح لقيتوه في السعوديه، صح؟ فلو انت هتذكر ان في حد بيسرق حد مدرب من نادي، فهو الفتح اللي اخده من الزمالك. تقدر تتكلم عن الفتح وانت في السعوديه؟ لا. طب انت حاطط ليه الاهلي في جمله مفيده؟ ليه عامل قلق على موضوع انت بنفسك فضحت نفسك انك مش عارف تتكلم في المكان اللي انت فيه؟ قلت الموضوع اصلا مش لا ثانيه واحده، اقول لك قد ايه الشخصيه دي قوي في حاجات معينه. اقول لك قد ايه الشخصيه دي يعني منافق من الاخر، لان طلع انتوا شايفينه كده، طلع قال خبر تمام، ولما السعوديه اتقلبت عليه طلع عيط في الفيديو علشان الناس تسامحه. ولا انا كنت بهزر، دي حقيقه. شخص منافق. انا مش هدفي في حاجه. بياكل عيش، معلش. لا معلش، النهارده انت طالع تاكل عيش. بس انا بالنسبه لي الراجل ده انا بالنسبه لي راجل في اي لقاء بيطلع، مش هقول لك اللي هو بيتكلمه، مش في اي لقاء بيطلع فيه جامد، بيعرف يتكلم، بيعرف يرد في اي حاجه للزمالك. سيد عبد الحفيظ طلع يتكلم، اتكلم كويس. الحلقه سيد عبد الحفيظ مع فايق طلع يتكلم، الحلقه كانت رايح جاي. ولو انت قلت غير كده يبقى انت راجل ما بتفهمش حاجه. تعالى احنا نفتحها ونجيبها دي تجيبها دي مفيش مشكله. نروح بقى للبنك المخروم بتاعنا، نادي القرن الحقيقي، نادي الاصول والكرامه، نادي الفتح ما تقول يا عم الزمالك انت عايز ايه؟ ما لا بس في مليون حاجه. انت هتسيبه يقطع فيك كده؟ لا اصل انا مش فاهم في في ايه حاجه بتطلعوا تقولوها. بص تعبانين قوي يا جدع انت، والله العظيم انا مش فاهم. انا اللي تعبان. انت اللي تعبان، مش انا اللي بقعد اطلع على نفسي اسامي. انا اللي بقعد يا ابني انت دلوقتي عايز تتكلم حاجه واحده صح؟ لوجا ان احنا معناش فلوس. الحلقه الجايه من شرطه. لا يا باشا، انت مش معكش فلوس، انت حرامي. انا مش حرامي يا عم، احنا مش حرامي. احنا يا جدع احنا بنجيب الناس نمضيها وما ندفعش فلوس. ايوه، ما ده حراميه، انت حرامي يا عم معلش فلوس يا عم. يا لا تعالى لي يعني في اول الانتقالات، لا تعالى لي بره في اول الانتقالات والفلوس دي جايبينها منين؟ قلت لك احنا معلش فلوس اصلا. ايوه يبقى حراميه. بوكس مش حراميه، معناش فلوس صاحبي. ده نهج احنا شغالين بيه يابا. صاحبي انا هجيبك امضيك وبعد ليك حاجه تطلع الفيفا. صاحبي واحده واحده. انا النهارده رحت اشتريت منك الشقه بتاعتك، قلت لك هدفع لك اول شيك وما دفعتش، يبقى انا ايه؟ يا عم انا معيش فلوس. ده من لا يبقى انا حرامي. لا مش تعصبت. لا ظروف. ظروف في كل الصفقات. كنت عامل حسابي على قرشين جايين لي وما جوش. الموضوع سهل جدا. انا ممكن اقول حاجه بكل عقلانيه والله. الوقت انت اما تيجي تعين رئيس نادي او تعين حد كبير في نادي الزمالك مثلا، انت ليه ما بتسالش عن الدخل اللي هيدخل للنادي عشان تصرف على اللعيبه اللي انت جايبها دي؟ هو عملنا ليه كل سنه تيجي تقول انا مش معايا اصرف مرتبات؟ طب انا بس عايز افكرك بحاجه. يعني ايه لعيب في 2025 ما بيقبضش فلوسه؟ يعني ايه؟ احنا لابسين ده بتوع الاستثمار مرتباتهم ما بتتاخرش يا عم. لا يا عم ممكن بيتاخر، بيقعدوا انا بس عايز افكرك بحاجه. تعبين نفسكم بالزمالك قوي، ما تسيبوه في حاله يا جدعان. انا بس عايز افكرك بحاجه معلش. سيبوه في حاله، مفيش فلوس، مش اي حاجه. افكرك بحاجه. اتفضل. مش عارف انا والله العظيم. مش عايز اسمع بعد سنه سنتين ان النادي الاهلي هو اللي كان السبب في تدمير نادي الزمالك. سنتين بيقولوها السنه دي اصلا. علشان ايه بقى؟ في اي جمله مفيده. علشان اخدنا منه زيزو ببلاش. الاهلي في اي جمله يا عم وخلاص. لا بس انا مش هسيبه. مش هسيبه. مين؟ حاج مراد. خلاص ماشي، هنطفي الكاميرا بقى وهطلع انا ونجاتي بره ونلعب في بعض. راجل ساعتها ايه؟ راجل لراجل. لسه واكل ستريبس وهيفوق. بقى بعد ما خلصت خلاص. الانتقالات اللي حصلت، في انتقالات حصلت دايما كده الدوري الانجليزي في اخر يوم، اخر كام مش ساعه. مش فاهمها ليه بس مش تلاقي اعراض اللقطه الاخيره. اللي بيلحق حاجه ما بيلحق لهاش شراء، اللي ما بيلحقش يشتري بيجيب اعاره. هات يا باشا يلا قبل ما ايه الشباك يقفل. ماشي يلا انجلترا
يلا انجلترا. ماشي. ارسنال جاب جوكيريس ده بقاله معاه حبه، ماشي. وعمل حاجه كويسه يعني. جوكيريس مش قوي هو، يعني لعب 3 ماتشات، جاب 3 جول ولا جولين؟ جولين. استون فيلا جاب سانشو واليوت اللي هو بتاع ليفربول، اللي هو كان بيلعب مكان صلاح ده وينج يمين. انا الاثنين اعاره. الواد ده جامد قوي جدا. انا شايف ان استون فيلا كل السنه بيجيب بتعمل أعراض في الجول. عارضين كده، اه اسينسي وراشفورد، ايوه اليوت ومش عارف ايه، عشان هو حابب يعمل حاجه في دوري الابطال احنا مش فاهمينها. هل هو في دوري الابطال اصلا؟ لا. صح، فمش فاهم هو جم ازاي بقى. بس هيلعب يوروبا ليج حاجه زي كده. كويس. برايتون اعتقد عامله، برايتون جايبه لعيبه كلها شباب وهتعمل حاجه زي ميتوما ده، ما برايتون تفهمش. كسب السيتي. ما انا بقول لك حاجه، جايبين شباب. مين العيال اللي لعبت قدام السيتي انا ما اعرفش. هيعملوا حاجه تاني وما مش تفهمش. كده، عايزين نعرف مين بيلعب علشان الفانتازيا. انا نفسي اعمل حلقه. المشكله ان انت المفروض تعرف والله مين العظيم بيلعب عارف. عشان الفانتازي، عشان بعد كده اللي هنقول للناس للفانتازي. انا هعمل حلقه فانتازي عظيمه والله. انت لو نزلت تشكيلتك احنا هيتف علينا. لا ما انا مش هنزلها. انت بتعمل تشكيلات ما تنفعش اساسا. ليه يا عم؟ ايه اخر بتعمل ايه؟ تشكيله حلوه ايه والله. يا عم ايه القرف والله ده؟ اخر تشكيله حلوه. ايه القرف؟ ازيك فيرتز؟ مجد بن انفاق. هجوم خارق ايه؟ هجوم خارق. هجوم خارق عادي. اديك الكلمتين مع بعض. فايزاك راح ليفربول وهو كده بلو الدراع. كان ابر هاند على نيوكاسل، وده مش حلو خالص في نيوكاسل الفتره دي. كده اي لعيب عايز يمشي يروح يعمل يلوي الدراع ويقوم مش. بس هم اداره سعوديه ومعاهم الكاش اللي قاعد اي لاعب. وانا مش فاهم ليه هو ما قعدوش يعني. اصل انا لو منهم عامل يا باشا انت عقدي معاك 3 سنين اقعد دكه. انا حابب اشوف. طيب توتنهام جايب حته فرد صاحي قوي، اللي هو كولومواني. عارف كولومواني اللي جاب لنا كاس العالم؟ فاهم؟ فاكر انت صح؟ ده هو جايب حته صاحيه اكتر. ايه بقى؟ تشافي سيموني. وجايب سيمونز ده اللي هو كان في لايبزيج، كان في برشلونه وراح باريس والكلام ده كله. وسابهم وخلع وبتاع. ماشي. وقدوس طبعا، قدوس لعب كام جوله، فكم صفقه حلوين. خلي بالك هو الدوري الانجليزي لسه ما شدش. يشد على 22. خش على ايه؟ ريال مدريد جايب ناس انا ما اعرفهمش. ماشي. هويسن وكاريراس وماستانتونو وترينت ارنولد، ما الناس دي ايه بادئه من زمان. ماشي. برشلونه عندها مشكله طبعا في تسجيل اللعيبه. سجلت كده في لعيب سويدي كده اسمه غريب كده، سجلته في بي وهيلعب مع الفريق الاول. خلاص. راشفورد طبعا موجود. مين دول؟ اتلتيكو مدريد جايبه بتاع 8 لعيبه تقريبا. جابت كاردوزو. تعرف مين كاردوزو ولا انا؟ تركي. طب والله التركي حلو. تركي ده جلاتا سراي جايب جندوغان. اعملوا ريل انت بالليل وانت على السرير كده ونزله والله. طب انت عارف والله ان جندوغان راح. ايوه طب هنعمل ايه برضه؟ والله انا عايز اتفرج على جلاتا سراي وفنربخشة والله العظيم. اتفرج يا عم واحنا ماسكينك. لا يبقى ماتش جامد. انا بشجع جلاتا سراي جدا. انت بتعمل ده مش تاتش دي. بقى ايه؟ ميلان جاب نكونكو ويشاري طموح كبير. هو في لاعب اسمه يشاري تقريبا الله اعلم، وكاتب جنبها طموح كبير. انا عايز اعرف بس مين اللي كاتب لك الكلام ده. شاتشبيتي. طموح هتيجي بالسلامه. والله. يوفنتوس كان كونسيساو. ورابيوت راح ميلان، واكانجي راح الانتر. انتوا عارفين بقى ان حلوه برضه. حاجات قديمه يا جدعان. وإيدرسون راح فنربخشة. طب ما دي تتقال برضه. طب ما شفت ان نوتنجهام فورست مشيت نونو سانتو؟ الراجل بتاع ده مجنون، ده مرتضى منصور بتاع بره. طب يا جماعه كان معاكم حلقه لذيذه سريعه، ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس. نشوفكم حلقه جديده ان شاء الله. يلا سلام عليكم.